أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى عدد جديد ومتجدد من برنامجكم شوفوا فينا. هذا البرنامج الاجتماعي الذي يطل عليكم عبر قناة النهار والذي يهتم بانشغالات ومشاكل وهموم المواطن الجزائري. إذا اليوم مشاهدينا الأفاضل نحن متواجدون هنا ببلدية حمر العين بولاية تيبازا، أين طالب سكان هذه البلدية من السلطات المحلية بضرورة التدخل لحل العديد من المشاكل الاجتماعية التي أرقت حياتهم اليومية. ابقوا معنا مشاهدينا الأفاضل لتكتشفوا تفاصيل أكثر في هذه التغطية. سكان مغرب المهجرين راهم يعانوا مع هذا الواد، الحشرات، الحنوشات، طوانب، راهي كارثة، راهي كارثة. هذا حمر العين كومبلي من الجبل فوقه، من دبات من الكريات وروح بها كاع ترمي هنا. بلدية أحمر العين للأسف مهمشة في كامل الميادين. شوفوا فينا ولادنا مرضونا. هاي سقمونا خاك الطريق هذه هنايا، سقم الطريق. الصورة يتعبر على روحها. سكان بلدية حمر العين يحتضرون هنا بولاية تيبازا غرب الجزائر العاصمة. يعيش سكان بلدية حمر العين في معاناة كبيرة بسبب التهميش ونقص العديد من ضروريات العيش الكريم. خويا بصفتك يعني مواطن وشاب هنايا في حي في بلدية حمر العين، كاين عدة نقائص تعانوا منها، كاين تهميش، كاين بطالة، مستشفى ما كاش، عدة أمور هدرتوا عليها. يعني تفضل احكي لي في هذا الخصوص. خويا نجي نهضر على طريق هذه وضعيه تاع حي المغرب واجري بصفه عامه، من الدخله للخرجه. هذه حنا جاو الحوايج من قبل راهم كودروهم، داروا لهم الكودرو لاسينيسمو والاناره كاينه. حنا هذه راهم يحكي ما حكاوها ديجا ناس كبار راهم يعرفوا. حنا رانا ديجا حنا صغار وكبرنا ملي زدنا في الغبار هذه والغرسه. هذه هنا الصيف الغبار في الديور والشتاء الغرسه راك تشوف بعينك. حنا رانا ملي زدنا حنا نعانوا. انا اليوم ديت الزوجه تاعي للسبيطار بالحمل وكاع، اقسم بالله غتجي خلونا صغير كريته. روح شوف بالهي ماشي غير هذه لالين، لاين بزاف الناس راهي تعاني هنا بزاف، راهي تعاني فور كاع. وبالنسبه للشغل وكاع ما تحكيش، رانا في وضع كارثي. انا النقطه المهمه اللي نحكي عليها المستشفى في حمر العين، اي فقط 40,000. عندنا شومبره فيها الاخر. عيب ولا غير عيب؟ البلدية فيها 45 المواطنون طالبوا من السلطات المعنية بضرورة بناء مستشفى، فبالرغم من الكثافة السكانية التي فاقت 40,000 نسمة في دائرة حمر العين، إلا أنها لا تملك مستشفى خاص بها ما عدا هذا المستوصف الذي لا يلبي حاجاتهم. سبيطار 40,000 فيه شومبره، حتى الخدامه الداخل لي زاجون سيكوريتي، الطبه، العمال الداخل والله غير راهم يعانوا. عيب ولا غير عيب؟ امبيلونس ما كاش، امبيلونس وحده ولات تدومونديها ما كاش، دي فوا ما كاش، الناس مزواوله. مستشفى ما كاش، كاين مستوصف، خلينا نسموه مستوصف. بتحب زعما عندك مرض ولا كش ما كاين، ولا بتحب تتنقل سيارة اسعاف ما كاش، تنقل بسيارة اجره، تشوف جارك يوصلك مانيش عارف دبر راسك. ظاهرة البطالة من بين المشاكل العويصة التي يعاني منها مواطنو حمر العين، فرغم الطابع الفلاحي الذي تتميز به المنطقة إلا أن شبابها يعاني التهميش، ما جعل الكثير منهم يسلك طريق الانحراف، وهو ما دفع بهم للمطالبة بتوفير مناصب شغل من خلال بناء مصانع لامتصاص ظاهرة البطالة. أنا نقول لك صراحة انتشار رهيب للحبوب المهلوسة في بلدية أحمر العين بسبب معاناة الشباب راهم مهمشينهم، لا خدمة، لا مرافق ترفيهية. روح حوس لي دراري مساكن وين يلعبوا اسكو عاد سقسيهم من عندهم، لا مرافق ترفيهية لا. وأنا نقول لك صراحة تهميش كبير. كما طالبوا بضرورة توفير أسواق جوارية لأجل التخلص من هذه الأسواق العشوائية، وكذا فتح هذا السوق الذي توقف عن الخدمة لأسباب مجهولة. هذا المارشي في الشتاء، في الريح، في الصيف، هنا كاع الناس راهي مريحه لهنايا ونوار. هنا يبيعوا على مباشر، ما كاش مارشي هنايا، خاصنا مارشي سوق اسبوعي. وين الريكلام ما بالوش.
السكان طالبوا بضرورة تعبيد هذه الطرقات الغير صالحة والتي تتواجد على هذا الحال منذ سنوات الثمانينات على حد تصريحاتهم. فبالرغم من مطالبهم المتكررة من المعنيين لأجل تهيئتها إلا أنها بقيت تراوح مكانها منذ عقود. السلام عليكم، احكي لي على الانشغالات اللي طالبوا بها هنايا في بلدية حمر العين، بالرغم من أن البلدية هذه يعني فيها كثافة سكانية معتبرة. أولا السلام عليكم. احنا الحي تاع ماغري هذا راهو صافي مع القرية هذيك أول قرية تبنات هنا في بلدية حمر العين، ولكن أول قرية اللي ما تقودرتش. كاين بعض القرى هنايا وبعض الشوارع تقودروا مرتين ثلاثة وحنا سامعين فينا. يعني الانشغالات لنا التهيئة ما كاش من عندنا لاسين اسمه ماهيش مكملة، لا تهيئة لا تعبيد طرقات، الضوء يعني نص نص كما نقولوا. رسلنا مديرية التجهيزات العمرانية، رسلنا البلدية، رسلنا الشيف دايرة، رسلنا الولاد كاع اللي كانوا متواليين على تقريبا من التسعينات وارواح. ما كاش اللي شاف فينا. نقص مرافق التسلية والترفيه تبقى من بين نقاط السلبية حسب هؤلاء المواطنين، وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة توفيرها وكذا توفير ملاعب جوارية لممارسة الرياضة وقضاء أوقات الفراغ، خصوص يعني المرافق الترفيهية وكذلك المستشفى. قلت لي ما كاش الأمور هذه؟ ما عندناش مرافق ترفيهية، هم ولادنا صغار ما عندهمش وين يلعبوا، هم راهم يلعبوا في الكودرو، طوموبيلات يفوتوا صاديبو ان شاء الله ما تقدر على حتى واحد، يفوتوا طوموبيلات راهم يلعبوا في الكودرو، ما عندناش وين يروحوا يلعبوا. نروحوا لكم للرياضه. للاسف بلديه كيما هذه فيها 45 ألف نسمه، فيها 3 ملاعب جواريه. من حيث المشاريع احنا عندنا مده طويله ما عندنا حتى مشروع. خير دليل لو قدامك مارشي ما عندناش كي الناس. عندنا سوقين مغلقين، في 2 مغلقين، عندنا حمام راه مغلوق. رانا نحكوا على المجال تاع الرياضه سورتو كره القدم. ها اختصاص تاعنا كره القدم، الفريق المحلي اللي ينشط منذ 1947 يعني، وهذه السنه بالذات يعني كارثه. كاين بعض الفرق اللي دركا كما يقولوا اندثروا. عندنا مثلا رياضه الكاراتيه، عندنا رياضه الكيك بوكسينغ، عندنا رياضه بلا ما نتكلموا على الرياضه الاولى في الجزائر اللي هي كره القدم. ناقصه بزاف في امور، بزاف امور ترفيهيه، الامور المرافق العامه، اي حاجه نسحقوها لازم تروح لتيبازا ولا تروح لحجوط باش تخرجها. سبيطار كيف حنا عندنا دياليز راهم كل يوم ساكن صباح يتعذبوا يروحوا للسبيطارات، تسيبهم يصبحوا في العافرون، يصبحوا في حجوط، في الاخر يجروا باش يديروا دياليز سبيطار. رانا مخصوصين سبيطار بزاف. وكاين ثاني المرافق الترفيهيه، راكم تشوف اولاد تاعنا وراهم يلعبوا في الواد في امور كما نقولوا حنايا ما تليقش بالمقام. شو هذه 15 سنه 15 سنه وهي هكا. الباطيمات، الشتاء، الماء تاع لي سيتي كل شيء يجي لهنا، الريحه والناموس والطانب هذه يوميا هنايا. هذو الديار اللي راك تشوف فيهم لي ريتشوسي لهنايا، وتكون الشتاء يحفز في الزيكون داخل حسابه، في لي زيكون في دارو داخل. المواطنون طالبوا كذلك بتوفير قنوات الصرف الصحي التي ضاعف غيابها من متاعبهم، خصوصا وأن القاطنين بهذه العمارات عانوا من هذا المشكل منذ سنوات وسببت لهم أمراض عدة. 20 سنة ما تنقلش، 20 سنة يا هنايا كل شيء سير. قال لك نصهم شراو، قال لك حنا ما نجوش ننقوا للناس اللي شاريين، واللي راهم باقيين كاينين وما راهمش قادرين، شكون ينقي لهم؟ راهو يخلص سكرة. اولادنا مرضوا، اولادنا كلاهم الجرب، كلاهم رانا نسوفروا معاناة كي تعيش هنايا تنغلق، وهذا رانا نقولوا شوف المرافق لي زيسباس هامليك، لي زيسباس فير قادرين باش يديروا لي جو الدراري قادرين والو. هاوليك شوفوا السطات كيما راكم، هاكم لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا فينا شوفوا فينا شوفوا فينا، ولادنا مرضونا وماشي عليه حتى نوصلوا حتى تولي كارثه، ومن بعد نبداو يندمتي ونبداو ندخلوا ونبداو نجوا ونشوفوا من دركا قبل ما تطفى. رانا نعانوا، رانا في معاناه تاع 15 سنه. نقلنا انشغالات هؤلاء المواطنين لرئيس بلدية حمر العين الذي رد عليهم كما يلي. فيما يخص المستشفى المبرمج مستشفى البلدية حمر العين في قطعة أرض قدرها هكتار و400 120 سرير في حي بن دباب. لو تيرا اللي ديكلاسي في الكوا مازال في السيم اللي بروبوزيسيون على نيفو دو ولاية اي مينيستير. ان شاء الله يخصونا غلاف مالي مع مديرية الموارد المائية. رانا مع التنسيق مع السيد المدير وراه واقف مع مصالح السيار
كبلديه على باش نحولوا هذا المشروع ونسجلوه في اقرب الاجل. يبقى لنا حي ماغري واجري ما خصنا ان شاء الله يكون يعطونا الانفلوب تاعو 8 مليار. هو توت انفير ديال لاسينيسمون لاوبي بلوس ليكليراج البيوتيوم من الماء. راح يديروا ان بول تاع طوموبيلات هنا ان شاء الله. لوفيرتور راح تكون مارس، راح يقلعوا لي طرافو ان شاء الله هذو كورت سومال بعد رمضان ان شاء الله. راح يخدم لنا اكثر من 65 حتى ل 70 عامل. وعندنا مساحات يعني لي زونغار الكبار اللي عندنا. انا نسيو نجيبوا المستثمرين ونطمعوهم باش يخدموا لنا اولادنا هنايا. وسكان ماغري الموجري راهم يعانوا مع هذا الواد من الحشرات، الحنوشات، طوانب، راهي كارثه. على الطريق هذه وعلى الذراري وعلى السبيطار. السبيطار ما عندنا السبيطار احنا، وماذا بينا يشوفوا فينا. هذا مثلا هذا اللي نحوسوا احنا، ما نحوسوا والو، ما نقولوا ما عطونا دراهم، ما نقولوا والو، يسقمونا الطريق ويطلعونا في ذراري التلاميذ هذا. مشاكل ونقائص عدة يعاني منها مواطنو بلدية حمر العين بولاية تيبازا بسبب التهميش الذي طاله منذ سنوات، الأمر الذي يستلزم تدخل المعنيين لأجل النظر فيهم لضمان العيش الكريم. بهذا مشاهدينا الأفاضل نكون قد وصلنا لختام عددنا لهذا اليوم من برنامجكم الاجتماعي شوفوا فينا. نتمنى فقط أن يتدخل المعنيين ويستجيبون لنداءات هؤلاء المواطنين ويقومون بتجسيدها على أرض الواقع. أما أنتم مشاهدينا الأفاضل نضرب لكم موعدا الأسبوع القادم مع انشغالات اجتماعية أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.